السلام عليكم. في الفيديو ده هوريكم بطريقة سريعة ازاي تعرف تحدد مناطق معينة في الوجه، وده بناء عن طلب واحد من المتابعين اللي بعت لي الفيديو ده على الانستجرام. من غير ما اطول عليك، انا سايب لك بوست في القناه تقدر تشارك فيه في الافكار اللي انت محتاجني اشرحها لك او انت مش عارف بتتعمل ازاي، ودي هتكون سلسله افكار المتابعين باذن الله. هتقولي في التعليقات الفكره اللي انت محتاجها، وباذن الله هنزل لك فيديو سريع زي دوت. مبدئيا فيديو النهارده هيفيدك جدا لو انت دكتور تجميل او عاوز عامه تعلم منطقه في الوش. فخلينا نبدا على طول. اول حاجه هيبقى معانا الفيديو او الصوره اللي عايزين نطبق عليها شرح النهارده. فانا مثلا هطبق على الصوره دي. اول حاجه بتحدد اصلا انت عايز تعمل، يعني تحدد ايه. هتحدد العين، الشفايف، الحواف بتاعه الوش دي. فمثلا عايزين نعمل العين، هتبدا تكبر كده عشان تعرف يعني تشتغل كويس، الحاجات تكون دقيقه اكتر. وهتبدا تروح على العلامه دي، هتبدا تحط علامه مثلا هنا وعلامه هنا، بس وانت حاطط ايدك على الشيفت عشان تبدا تخليها يعني فيها كيرف كده. انت فاهم؟ انا شايف مثلا انها كده مظبوطه. طيب لو ما جالكش بالطريقه دي وجالك بالطريقه دي كده، ايه الحل؟ هتبقى مختار اللي احنا عملناه ده، الماسك اللي احنا عملناه او الشيب اللي احنا عملناه، وتروح على النقطتين دول كده. احنا التريم باث او الشكل اللي هنعمله النهارده هيبقى عايزين الستروك، احنا مش محتاجين الفل في حاجه. الشكل ده اصلا لو حطينا عليه التريم باث مش هيبقى مظبوط، يعني بص هيبدا يعمل معاك بالمنظر ده واحنا مش عايزينه كده. فهتبقى مختار دي وتيجي على الفل، تدوس على الكلمه ذات نفسها، وتدوس ان انت مش عايز يبقى فيه فل، انما عايز تكون في ستروك. فانت هتدوس بقى على الستروك وتعملها اول واحده دي، فيبدأ يعمل معاك الشكل ده. وخلي الاستروك على 5. طيب لحد هنا كويس. ازاي بقى تعمل الحافة رفيعة ومن جوه سميكة شوية وبعد كده رفيعة وهكذا؟ هتبدأ تفتح الشيب بتاعك اللي احنا عملناه وتدوس على اد ديت وتضيف ميرج باث. بعد كده هتيجي على الاستروك وتنزل تحت شوية، وهتلاقي التيبر ديت او ايا كان اسمها ايه يعني، هتفتحها وهتبدأ تظبط الشكل بتاعك. يعني احنا مثلا عايزينه كده، وفي الاند عايزينه برضو يكون رفيع وبعد كده تخين. فمثلا خلينا نوحد الاتنين، خلي دي مثلا 40 ودي 40، هيبقى معاك بالشكل ده. فاحنا مثلا عايزين نكبر الاستروك شوية، خليها مثلا 8 كده مناسبة. طيب ازاي بقى تخليها مثلا تيجي لحد هنا بعد كده تخلص هنا، والشكل يعني اللي في الفيديو عامة. هتبدأ تقفل كل حاجة انت فاتحها عشان الدنيا ما تتلخبطش، وتيجي على اد هنا وهتلاقي تريم باث هتبدأ تضاف معاك هنا. هتبدأ تفتحها كده وتيجي على الاند، حط كي فريم، تمشي مدة الانيميشن اللي انت عايزها، بعد كده تحط كي فريم وتخلي ديت 0. هيبدأ يظهر معاك بالشكل ده. طيب احنا عايزينها العكس، خلينا نجيب دي هنا، يعني دي نخلي 0 في الاول، بعد كده 100 في مدة الانيميشن. انت فاهمني؟ عكسناهم يعني، ما عملناش حاجة كده. هتبقى كده. طيب احنا عايزينها هنا مثلا دي بقى تخلص برضو معاها، فهنبدأ نيجي هنا مثلا وتيجي بقى على الستارت، حط كي فريم، بعد كده امشي مدة الانيميشن وحط كمان كي فريم وخلي ديت 100. هيبقى معاك بالمنظر ده. طبعا هي بطيئة قوي، فهنجمع كده، هنختار كل الكي فريم وندوس على الت ونيجي على اخر واحدة ونشدها كده عشان نصغر الانيميشن بتاعها. كده مناسبة تمام كده. لما نعمل كي فريم هتتظبط. هنيجي نعمل بقى الكي فريم، هنيجي على الاضافة دي وهتلاقي اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. هتدوس على ابلاي، هيعمل على كله. نبص على النتيجة. ماشي، عايزين نسرعها برضو شوية، لسه بطيئة. اوكي، ممكن نقدم الاتنين دول هنا ونقللها برضو شوية تاني. بالظبط كده، كده مناسبة جدا. نبدأ نيجي نشوفها كده من بعيد. طيب لو بقى عايز تغير لونها عامة او تغير اي حاجة فيها، هتبقى مختار الشيب اللي احنا عملناه وهتغير في الاستروك مش في الفل، عشان لو غيرت في الفل مش هيعمل حاجة لان احنا كده كده قافلينه. فالاستروك مثلا عايزين نخليها لونها احمر مثلا، هيبقى لونها احمر. انت فاهم؟ اهي. طيب عامه بقى هو ده الشكل اللي هيبقى ساري على كل اي حاجه هتعملها في الوش. ممكن بقى تعمل له نسخ وتكرار وهكذا. اسهل لك يعني، بدل ما تقعد تعمل كل الخطوات دي تاني، تبدا تختار الشيب وتدوس على كنترول دي، هيبدا يكرره لك. مثلا عايز تعمله على العين التانية بس انت عايز تعكسه، فمثلا هتيجي هنا وتعكسه كده، تمسك الطرف التاني ده وتعكسه هنا. مثلا عايزين نخلي العين هنا، يبقى دي النتيجة. طيب
دلوقتي في الفيديو اللي هو بعتهولي كان فيه زي جلو كده او نور طالع من الخط ده، فتعالى نضيفه. مثلا عندنا ديت هنبدأ نختار الشيب اللي احنا عايزين نعملها دي مثلا، ونبدأ نبحث عن افكت ديب جلو. اول ما نضيفه هيبقى عامل كده، فهنبدأ نظبط الاعدادات، مثلا نخلي دي 50 ونخلي دي نص او ايا كان يعني الرقم لحد ما تظبط معاك. ده الفرق ما بينهم. طيب انت لو مش عندك ديب جلو، وانا كده كده سايبهولك تحت في الديسكريبشن لو عايز تحمله، عشان ده مدفوع، ده مش موجود اصلا في البرنامج. هيبقى عندك الخيار البديل بتاعه وهو جلو بس، تبدأ تبحث عليه هتلاقيه هنا كده. تبدأ بقى تظبط في الاعدادات بتاعته لحد ما توصل لنتيجة مرضية بالنسبة لك انت، يعني فاهم. ده هو ده الجلو اللي هو بيعمله. انا بحب التاني لان تأثيره بيبقى اكبر، انت فاهم يعني. بص الفرق. فبتبدأ بقى ايه مثلا تظبط بقى في الاعدادات بشكل يعني اسهل بكتير، وبيديك نتيجة احسن زي ما انت شايف كده. بس فعايز بقى ننسخ الاضاءة دي، مثلا هتيجي هنا وتاخد دي كوبي كنترول سي، وتيجي على التانية تحط كنترول في. ماشي زي ما انت شايف كده اتعمل قدامي. وبس ده كان فيديو النهارده. فلو استفدت ما تنساش تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب. والحلقات الجايه هتكون مهمه جدا، زي اننا هنشرح ازاي تعمل ريلز زي فياض الكندي، او ازاي تعمل موجرت، او ازاي تعمل فيديوهات زي انس اكشن. وكمان هنشرح ازاي تعمل تأثيرات مميزة كده على النصوص عشان تبدأ تحطها في الكابشن بتاع الفيديو بتاعك. فدي كلها من تعليقاتكم وطلباتكم، والفيديوهات دي كلها هي اللي هتنزل الفترة الجاية. فما تنساش ان انت تبقى مفعل الجرس. وبس كده، سلام.